السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. في تصريحات سياسية جاءت بالصاعقة على آذان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعدما انضم إلى المطالبين بالحصول على معلومات حول اعتقال الكاتب الروائي الفرنسي بوعلام سنصال الذي اختفى بعد وصوله إلى الجزائر يوم السبت الماضي. فقد خرج العديد من السياسيين البارزين في الدولة الجزائرية للرد على الرئيس الفرنسي بعبارات دفاعية عن الوطن، وفي مقدمتهم كل من وزيري الخارجية السابقين صبري بوقدوم ورمطان العمامة، حيث أكدوا على عدم المساس بأمن واستقرار الجزائر، رافضين أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية، ومعتبرين بأن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غير مقبولة لدى الجزائريين، كما أن الجزائر صاحبة قراراتها ولا يمكن لأي دولة أن تفرض علينا الوصاية أو تملي علينا إملاءات، ولن يسمح النظام الجزائري بذلك التدخل المهين، بل وسيكون هناك رد وحساب على ذلك قريبا. هذا وقد أفادت بعض وسائل الإعلام الفرنسية والجزائرية بأن الشرطة الجزائرية اعتقلت بوعلام سنصال رفقة صحفي فرنسي آخر وهو منتقد للنظام الجزائري عندما وصل من الطائرة إلى مطار الجزائر الدولي. وفي الأخير شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.